أنشيلوتي لم تكن شجاعة، أنشيلوتي لم يكن يبحث عن تقليص الفارق، وشفناه في إحدى اللقطات يطلب من لاعبيه العودة إلى الخلف من أجل عدم تلقي هدف رابع، وشفنا أيضا أحد اللاعبين مستاء من توجيهاته. بيلينغهام كان مستاء من توجيهاته. عاود أعطينا شوف اللقطة. استغراب واستياء هنا. وشكون الاثنين اللي راهم مستغربين؟ كامافينغا وبيلينغهام اللي رانا نهضروا عليهم من الصباح ما لعبوش في المناصب تاعهم، وقيدهم خلاهم يلعبوا كمدافعين. ماشي مستحيل انك تواجه فريق. وشفنا روديغار امين حتى داخل ارضيه الميدان نجوم الفريقين. اختفى فينيسيوس، انا اختفى مبابي. شاهدنا روديغار هنا يطلب من فينيسيوس انه على الاقل يسجلوا هدف واحد. 3-2 نقدروا 3-1 نقدروا نولوا في العوده. فقط سجلوا هدف واحد وسنتكفل بالامور في العوده. شوف هنا محمد تكلمت على التغييرات. هنا كان يحوز تبقى النتيجه 3 مقابل 0، ما كانش يحوز باش يسجل اهداف. خطر عليه كان عنده اللاعب التركي اردا جولر، عنده انريك البرازيلي ايضا، وعنده ابراهيم دياز. يعني ما استعملهمش. غير دخل فاسكاز وخرج مودريتش وفالفيردي ولا وسط الميدان كانه يعني تقريبا بوست. وفالفيردي كي يدخل وين يلعبوا؟ ما يلعبوش بلاصه مودريتش كوسط الميدان. لا يلعبوا دفاعي خوات جبان. والابا نفس الشيء، يعني بوست بالبوست، مدافع مع مدافع، ما جابش حاجه جديده. يعني في حين يفكر انصار الريال ويطرحون عده تساؤلات حول مصير أنشيلوتي رد وقال بان الامل موجود ولطالما حقق ريال مدريد الريمونتادا. صعبة هذه المرة بالنظر. شوف فو كخوا اون شوز. انا نهار لعبوا مع مانشستر سيتي فازوا ريال مدريد، تحدثت هنا قلت بانه مانشستر سيتي كان سيء جدا وفريق سيء هذا الموسم، والدليل انه امام الكبار في انجلترا لم ينجح. اعتقد بانه الفوز على مانشستر سيتي ذهابا وايابا كان تحصيل حاصل، لانه الريال كان افضل كما يقولوا افضل سيئين بين مانشستر سيتي بينه وبين سيتي. نعم. الحقيقه في المباريات الكبرى انا قلت لك ونعاود لك، في المباريات الكبرى امام الفرق التي تستحوذ وتلعب الضغط العالي وتلعب لا ترانزيسيون رابيد، تسنى وتلعب لا ترانزيسيون رابيد، دائما ريال مدريد كان ضائع هذا الموسم. هذا الشيء الاول. بالعوده لمباراه ارسنال نتحدثوا فقط على ريال مدريد، لكن ارسنال في الجانب المقابل قدم مباراه في المستوى. لاعبيه كانوا كلهم في يومهم. هذا الشيء الاول. ارتيتا اعترف بانه طلب نصائح من غوارديولا قبل هذه المباراه. الشيء الثاني ممكن انت تكون سيء في المباراه، لكن ممكن انه ايضا خصمك يكون افضل منك في المباراه ويدفعك انك تضرب هذيك الصوره. اما العوده الى أنشيلوتي بخصوص تغييرات وكل شيء، اعتقد ربما الشيء الواحد الذي يلام عليه ربما ينتهج سياسه الارضاء بالنسبه لنجومه. لازم يلعب كامافين، لازم يلعب رودريغو ومبابي وفينيسيوس وبيلينغهام، لانه امس كان قادر ربما يضحي بواحد منهم. لكن جل لاعبي الريال يوافقون أنشيلوتي، يريدون العوده في مباراه العوده. بصح وعلاش ما تولي ليش البارح حتى المباراه العوده؟ انا اقول لك شيء واحد، بنفس السوء والديزيكيليبر الظاهر منذ بدايه الموسم على طريقه لعب ريال مدريد. مباراة العودة ممكن لأنه هذا ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لكن في المباريات الكبيرة القادمة بهذا السوء نعطيك توقع واحد فقط. لو ظهر الريال أمس بهذاك الوجه أمام برشلونة مثلا في نهائي دوري أبطال أوروبا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، ربما كانت قد حدثت فضيحة أخرى أكثر من 4 و5، لأنه البارسا يحب استغلال الفرص في مواجهة ريال مدريد وهو بهذه الصورة المهلهلة. أعتقد بأنه أنشيلوتي غلط. ما عنديش شو با فيلوزوف انا فورد كنت قادر باش نقول غلط، لكن العامه الكل في العالم يتحدث عن انه ما كاش ما كاش مدرب ما يغلطش، لكن ان تعلق عليه شماعه. معليش، اذا كان المدرب جثه هامده والفريق غاب، اين هم نجوم الفريق؟ أين اختفى فينيسيوس؟ كرته كلت ضائعة أمس. محمد في البداية قلت لك هذه المباريات المفصلية التي يحتاجها فينيسيوس. في بعض الأحيان تشوف التغطية عليه، يعني عنده المدافع تاعو المباشر اللي هو الظهير الأيمن، وعنده زوج يغطيوا على فينيسيوس، ولكن المشكل لما يكونوا زوج يغطيوا على فينيسيوس، يعني من الجهه الاخرى كاين زوج لاعبين تاع ريال مدريد راهم حرين، ولكن ولا مره حوس عليهم. حتى الكرات، يعني الكرات كانوا دائما اون ديال مع اسمح لي تفضل. كان ثلاثي مبابي ورودري وفينيسيوس كانوا دائما اون ديال مع المدافعين. بارك الله فيك. شوف نسالك سؤال بسيط برك، انت اكبرنا ولعبت كره قدم تعرف خير منا، شكون هو المسؤول اللي باش يحط؟ نعطيك مثال بسيط باش تفهمني. مباراه الامس ارسنال تقدر تحسب شحال من مره
ساكا الجناحين ساكا ومارتينيلي شحال من مره يتحطوا في وضعيات واحد ضد واحد امام مدافعي ريال مدريد، ما تقدرش تحسبهم تالمهم بزاف. في الجهه المقابله تقدر تحسب شحال من مره، ما كاش ولا مره رودريغو وفينيسيوس. شكون مسؤول هنا؟ المسؤول هو المدرب هو اللي يدير لك تنشيط، يعطيك حلول كيفاش يحطك، بارك الله فيك، كيفاش يحطك في وضعيه واحد ضد واحد، لانك انت ابرز اسلحه. بعد يقول لك رودريغو فينيسيوس ما لعبوش مليح، رودريغو مسكين طالع هابط يلعب في لا ديفونس كيف لعب في الدفاع اكثر مما لعب في الهجوم، تستنفذ القوه الطاقه تاعو البدنيه كلها في الدفاع، وما تحطوش في فاز دو جو رابيد كي يديروا لي كونتر اتاك اللي هما نقطه قوه ريال مدريد. ما كاش الربط، لانه بيلينغهام اللي يربط بين الخطوط راه يلعب كمدافع هو ايضا، ومن بعد ما تقدرش تحط رودريغو فينيسيوس في وضعيه واحد ضد واحد اللي يتميزوا فيها. هنايا انا جاب لي ربي ببعض المعرفه البسيطه جدا اللي نعرفها في كره القدم، لانه المشكله يتحملها أنشيلوتي. المشكله العويصه في ريال مدريد هذا الموسم هي مشكله افكار وفلسفه، ما كاش افكار في ريال مدريد. نهايه جيل ايضا، ماشي نهايه جيل، الله صغار يا ميدو كاع صغار ولا نهايه جيل. انا قلت يا جماعه نريد ان نتحدث خلينا على ارسنال والمباراة التاريخية. أرسنال قدم مباراة في المستوى، هو من دفع ريال مدريد للظهور بتلك الصورة السيئة. نعم. لما تشوف أنا اليوم نخلع كي نشوف الناس ما تحكيش على توماس بارتي إعلاميا، الناس ولا أحد تحدث عن توماس بارتي. اللاعب الغاني 31 سنة. توماس بارتي قدم مباراة من أعلى مستوى ممكن. أوديغارد رفقة ساكا على الجهة اليسرى كانت في كل نادي أرسنال وصل لمنطقة لمس الكرة داخل لا سيرفاس دو ريباراسيون تاع ريال مدريد 36 مرة طيلة المباراة. تمبر وسكيلي أيضا. نعم. تمبر كان أكثر دفاعي لأنه من جهته فينيسيوس، وهو سارع وفينيسيوس سارع. نعم. أمس عوض لما يكون الفريق يمر جانبا لازم يكون هنالك لاعب سوبر كيتير ليكيب فيغ لو. امس ما كانش كاين لاعب في ريال مدريد قادر انه رغم انهم كلهم في خط الهجوم كلهم نجوم. نعم. ولا احد استطاع كما يقول لك تيري ليكيب فيغ لو في لي مومون ديفيسيل. نعم. وهذا ما حدث لهم ايضا امام برشلونه مرتين وامس امام ارسنال. هنا تشوف بلي كاين مشكل تاع لاعبين ايضا في ريال مدريد ومشكل تاع جوده. ثلاثيه تاريخيه وليله ذهبيه لارسنال. مازال الشطر الثاني من هذه المباراة قاسي سعيد، البعض يؤمن بالريمونتادا والبعض لا يؤمن بها، ولكن الأكيد أن أرسنال سجل في ريال مدريد وفعل في ريال مدريد ما لم تفعله أكبر الأندية. شوف محمد، لما تشوف تقول نتكلموا على ارسنال اوكي داروا الشوط الثاني رائع. نعم. ولكن الشوط الاول كان متوازن ما بين ارسنال وريال مدريد، وهذا الشوط الثاني اللي داروه رائع راجع لتراجع تاع اللاعبين تاع ريال مدريد. الشوط الثاني شكون هو المسؤول؟ المدرب هو المسؤول، ما كانش مسؤول اخر. يعني نقولوا المدرب اولا عنده تقريبا 80% مسؤوليه، واللاعبين نفس الشيء. نقول باللي هذا راجع الى ضعف اللاعبين تاع ريال مدريد، ولكن انا ما نجيش نحكم اليوم على مباراه العوده كل شيء ممكن محمد. هذه كره قدم ولا مقابله تشبه مقابله. من كان اسوء لاعب في ريال مدريد؟ نقول المجموعه كاع. لا اعطي لي لاعب واحد. روديغر واسانسيو. روديغر نعم. نظن فينيسيوس. انا نقول كورتوا. امين. كورتوا كان افضل لاعب في ريال مدريد. كورتوا البارح جبد لك سلكهم واحد انا قلت رايك كورتوا كرتين ثابتتين صح، قام بتصديات ولكن كرتين ثابتتين، خاصه الكره الثابته الاولى هي اللي فتحت الامور وفتحت المجال بالنسبه لارسنال. انا والله غنشوف بالامس انت قول انشيلوتي كان اسوء لاعب. انشيلوتي هو الاسوء محمد، واعيد واكرر هذا الموسم باللاعبين. احترامي لانشيلوتي. نعم. واللاعبين في اللاعبين والله ما نقدر نقول لك اسم واحد باسكو نظلمهم. فينيسيوس خيب ظنك. ماشي فينيسيوس يا محمد، ما لحقولوش الكرات. فينيسيوس ماهوش مارادونا محمد. نعم. في كل مره لازم يدير لك هذاك المجهود الفردي، دريبلي زوج ثلاثه ما تقدرش في بعض الاحيان، خصوصا كما قال لك ميدو لما تلعب امام فريق منظومه، فريق افكار كما ارسنال اللي يلعب ضغط عالي يدير لك مشاكل كبيره. انت الوحيد اللي يلعب اللي يربط لك الخطوط لعبته مدافع اللي هو بيلينغهام. كيفاش تستنى انت توصل الكره للهجوم؟ حارس تقاطع اهداف وتسبب في